مركا أو جوريان ليا congratulation يستاهل محمد إنه نمثله ما هتصير معلم داهر شنو معلم داهر لما كلمه معلم داهر عمرنا يا مارك هذه وما سنتين مارك جاليد الصومالية بالكويت في شرفت لها إنه سلوين مركا وحنجعلها إن شاء الله مارك مركا دم عمرنا يا كوحدة لعيارنا مارك الصوماليين عمرنا يا الدين الحلوي وحال عروله أول مقدسه وحمرنا إني كيل كران صومالي ودن كستيني كيل كران عيارتين في عن وأنا لقوا كوبن يوروب مقدسه كان لاعب كانوا كلام مارك وأنا دنيير مارك وقلنا إنه عيار مارك كأخرين صومالي بدأ حتى وحن كعسنا مارك سي معلم تاني شيء معلم محمد إسماعيل إني كان جانس للسيو جانس وصهر رين إن شاء الله ودواد الراعي كل دبي وكحيننا ما شاء الله أنا لسي عياره ما شاء الله أنا لسي عياره كل الله دينا الصومالي وجبوتي كعيارة إثيوبيا العيارة ساب السوداني هذا إيست أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله عرب جيمز كدولة عرب طول ملاعب كبير هذا اللي كانوا حرمينا كفاية دي سنة أنتم معرفتي جانس كأوين لما أدانا وقرأت أنا ذيك استاذ حمود حمود كنت تسمعنا يا محمود عن جوجنا يا اوكي ان شاء الله يمكن في عندك تروح معنا المباراه كلهم هنا بكره على علو هذيك فيري كوحدي هذا صدح قف اعلامي وبريتنا لا عيار شيء نوع عاونا كوح كلا لا عيار دونا بكره واضح هنا صباح معلمو أنا فنان صومالي لاعب كبير لكن بيجتهد محمد عبد عرمرم هذا فنان شبابي والله نحن نتكلم مرة نتكلم نشوف كرة هذا هداف هذا لاعب كبير أخوك ما شاء الله حتى بارك الله هذا عين رضيع إن شاء الله بيرنو يملك حمود انترفيو حمود انترفيو سريع بس سريع انترفيو حمود محمد عثمان اليوم كنت مان اوف ذا ماتش. محمد عثمان نجم المباراة اليوم، هدفين وفي ضربتين جزاء لم يحتسبهم الحكم، بس بالاخير يعني فازوا عليكم يعني 4-2. قول لي محمد، وان شاء الله ما شاء الله اختارونك الحين الفريق الاداري الموجود مع اختاروك انك تسافر معاهم ابو دبي. قول مشاعرك حمود. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يعني شفت الناس ما شفت المباراه، كانت مباراه وايد طيبه حلوه المباراه، لكن يعني احنا كان استعدادنا قليل فخلنا يعني تقدر تقول ان اللياقه هي اللي لعب الدور بالمباراه. يعني كمان في التحكيم سيء بعد حمود، والتحكيم يعني بلنتيين الناس ما شفت ضربتين جزاء وفي اوفسايد بعد هدف. الحمد لله احنا قدمنا كثر ما عندنا، يعني هذا استعدادنا كان قليل فقدمنا اللي عندنا. يعني هو سجلنا جولين وهم سجلوا 4 أهداف، بلنتي ما حسبوا لنا، بس بالنهايه كانت مباراه وايد طيبه. زين حمود، قول لي الحين اختارونك تسافر معاهم، شلون امكانياتك انت حمود؟ والله الحين شلون مشاعرك انت سعيد بهالشيء؟ جدا اني امثل بلدي حبيبي، فرصه جتني من الله، يعني الحمد لله رب العالمين. تتمنى تمثل الصومال ولا والله شوف تسافر قطر يا حمود ولا هذه فرصه ما تتعوض ان شاء الله، امثل بلدي واللي فيها ان شاء الله يعني خير، واحنا ان شاء الله دعانا حمود، قلوبنا معك دائما. الله يعطيك، تعرف احنا داعمين لك على طول ونشجعك. معروف اللاعب السابق زياد مشكور حمود، هدفين حلوين يعني من اجمل ما يكون. الله يوفقك ان شاء الله، واتمنى لك ان شاء الله مستقبل كبير مع منتخبنا الصومالي ان شاء الله. زياد، خصوصا التغطيه الرائعه هذه صراحه ما تقصر معانا، وين ما نروح انت لاحقنا حبيبي، احنا معاك يعني اكيد. قبل انتم كنتوا فاقدين الشيء هذا، الحين انت قاعد تعوضنا بالشيء اكيد ان شاء الله، هذا واجبنا. العافيه ان شاء الله نقدم لكم الاستحقاق الجاي مع المنتخب الصومالي ان شاء الله في اثيوبيا، راح يلعبون 11 تصفيات كاس العالم ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق حمود. ان شاء الله، يعطيك العافيه. مع السلامه حبيبي.